بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في السعادة متهنيين ومعايا مبسوطين، اللهم امين. النهاردة قلنا نغير ونعمل حاجة جديدة ووصفة جديدة، ومش هتخسروا حاجة لما تجربوها. اللي مش هيجربها هو اللي هيندم كتير 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 ابعتولي كتير. لايكاتكم بصراحة وصفة وابعتولي تعليقاتكم، ما جميلة تخسروش فيا حاجة. طعمة لما تجربوا الوصفة دي هتعجبكم كتير كتير خيالية كتير. حاجة كده. والله كانت جميلة جدا 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 جدا. مش شرط انها عزومة، ممكن تكون لبيتك عادي يعني. وتنفع جدا على فكرة كمان في العزومة. بس حاجة تحفة وموفرة ونتيجة حلوة. تحفة وموفرة ونتيجة حلوة. فمش هتخسروا حاجة خالص لما تعملولي اشتراك وتعملولي لايك وتدعموني بعد اذنكم. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ يا سلام يا عسل، ايه الحلاوة دي؟ لو تجيلي تاني ديت يا خسارة خلصت. جميلة قوي والله. الاشتراك واللايك بعد اذنكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل نشوف هنعمل ايه دلوقتي. دي بطاطسايه مسلوقه وهرسنها كويس بالشوكه وناعمه، هرسناها ناعمه وتكون متصفيه مفيهاش ميه خالص، تكون مسلوقه بقشرها. وديت الفراخ، فراخ وراك على صدور، وراك على صدور، يعني ورك وصدر. والحته البيضه اللي قلتلكوا دي ليا، والحته اللي في الكيس دي ليا برضو، بس هوريكم هنعملها ازاي وامتى. طبعا وريت لكم البصل دلوقتي. خدنا البصل بس فرمناه زي ما انتم ما شايفين كده، وحطيناه في المصفى وصفناه كويس ميته كويس عشان نحط على الميه ديت دبس رمان، وهوريكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. جبنا بقى الكبه وحطينا قطع الفراخ اللي احنا قطعناها زي ما انتم ما شايفين كده، وحطينا معاها حته الليه كمان اهي. دي حته الليه اللي كانت سايبه معاها، مش الحته اللي كانت في الكيس. الليه دي على فكره بجيبها بعملها قطع كده صغيره قد معلقه تقريبا، واحطها في الفريزر وقت ما بحتاجها بطلعها. وحطينا البصل وحطينا فلفل احمر، ودي توابل الكنور اللي هي بتاعه الكفته. وحطينا معلقه صغيره بيكنج باودر، وحطينا ملح، وحطينا توم، وحطينا فلفل احمر ده كنا مفرزينه برضو كان في الفريزر. ودي معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر، ودي بابريكا، ومعلقه كزبره او بقدونس اللي يريحكوا، بس بلاش شبت عشان شبت بيغمقها وبيغير منها شويه. وهنحطها كلها في الكبه ونضرب كده في الكبه لحد ما تنعم خالص خالص. ونبدا ان احنا نحطها في بوله بقى او في طبق بلاستيك، اي حاجه عندك، عشان تقلبي عليها الخليط اللي في البطاطس، يعني تحطها عليها، ونبدأ ان احنا نخلطها كلها عفوا، في احنا بعضها. حطينا هنا كيس الوصفة فيجيتار جميلة مع الخلطة وتستاهل انتوا وقلبناه تخشوا وتشوفوها كويس. وتجربوها وتعملوها، وهتعجبكم ان شاء الله. وادعولي، اهم حاجة ان انتوا تدعولي لما تعجبكم. عجناها بقى كويس قوي زي ما انتم ما شايفين كده، عجناها كويس. خلطنا، عايزه بايديكي بقى بالمعلقه بجوند براحتك يعني. وانت بتعجنيها كده لو لقيتي حته بطاطسايه لسه مثلا تخينه ولا حاجه، دعكيها بايديك هتبقى كويسه. هنا حطينا معلقه حبهان مطحون، حبهان مطحون. وحطينا كمان جنزبيل مطحون، الجنزبيل ما كانش فريش. حطينا كمان جنزبيل مطحون، جنزبيل وحبهان مطحون يا جماعه. اعملوا اشتراك واعملوا لايك وما تبخلوش عليا، وساعدوني كده وابعتوا لي تعليقات كتير، عاوزاكم تبعتوا لي تعليقات كتير. هنسيبها بقى شويه كده قبل ما ترتاح شويه كده. نجيب بقى البصل نحط عليه معلقتين دبس رمان، حوالي معلقتين دبس رمان يعني. وهنحط عليه سنه فلفل اسمر، وهنحط عليه كمان سنه بابريكا، ونقلبهم كويس كويس كويس. البابريكا هيت هنقلبها بقى. على فكرة احنا حطينا في الكفتة سنة شطة، اللي عاوز يحط يعني. هنا بقى الكيس التاني بتاع اللي خدناها قطعناها كده في الصينية اللي هنقطع فيها، وهنحطها على البوتاجاز لما تسيح زي ما انتم ما شايفين كده. والله كانت جميلة وتحفة والله. كملوا الفيديو للآخر مش هتغرموا حاجة، واعملوا اشتراك واعملوا لايك وابعتولي تعليقات كتير. عاوزاكم تبعتولي تعليقات تغرقني. ساحت اهي، هنسيبها تبرد شوية، وبعد كده نبدأ ان احنا نعوص ايدينا. وجبت معلقة اصبع عليها، اي حاجة عندك ممكن تصبعي عليها، مش هتقفي على حاجة معينة يعني. ونبدأ كده ان احنا نعوص ايدنا او نحط ايدنا براحتكم بقى، عايزين تقولوا عليها زي ما تقولوا. ونبدأ ان احنا نخلعها كده ونرص الصينية معاكم.
بنحط على المعلقة نفسها من البصل علشان ما تيجي تخلعيها تبقى كويسة، ما تفكش منك وما تضايقكيش، تطلع سليمة زي ما انتم ما شايفين كده. تعصوا ايدك تاني لحد ما تخلصي، واللي يتبقى منك بفرشة كده وهتدهنيها كلها. وبعدين هندخلها الفرن، مش هنشغل الشواية الا لما نحتاجها. وهنا طلعت من الفرن. بالهنا والشفا عليكم كلكم، واشوفكم في فيديو جديد.